يبقى الجهه الوحيده هنقولها في في البلد. الاخر خالص، هنقولها في انا خايفه الاخر. ما نلحقش. الجهه الوحيده في البلد بامانه اثبت ان قضاءنا مستقل. البلد انا كنت حضرتك فاكر 270 بلاغ. اقل واحد كان ماضي عليه 15. رحت النيابه. اول ما دخلت بمساعدات زي كده عملوا كونسولتو. بقوا هم مش تحقيق، بقى كونسولتو. في الاخر اتسالت على سبيل الاستدلال. البلد لو كانت وقتها، لو كان القضاء بتاعنا مش مستقل، كان زماني خدت 15 يوم زي ما بقيت البلد كلها اتحبست. انا كنت رايحه مؤهله نفسي هتحبس. البلد كلها اتحبست. وانا 270 بلاغ يعملوا فيا ايه؟ هتحبس على الاقل 100 سنه. انما النيابه العظيمه الجميله المحترمه قضاءنا بصراحه الجهه الوحيده اللي انصفتني بامانه. عملوا ايه معاكي بقى نجاة؟ طبعا انا كنت مرعوبه جدا. 270 بلاغ وهتحبس والبلد وكل شويه اخد. خلي بالك انا كنت فيهم. ما حضرتك كنت معايا. في الاخر ايه يقول لك ايه؟ فلان خد 15 يوم. الاقي كله ده انا كده فرحت. المهم او كنيابه بكلمني بيقول لي يعني كنيابه بلغتني بتقول لي تكوني عندنا يوم الاحد. انا ما نمتش، يعني الكلام ده الخميس ما نمتش 3 ايام. فالمحامي يقول لي ما تقلقيش. فانا برده مش مطمنه. فرحنا. فاول ما دخل وكيل النيابه فبيقول له فدخل فشاف معانا حاجات كنت واخده كرتونه يعني. فبعدين قال لنا طب ممكن تنتظروا بس 5 بره. فانتظرنا. فدخل عند المحامي العام وكان معاه وكلاء النيابه الثانيين. فبعدين راح باعتنا ده لنا. فدخلت جوه فسالني المحامي العام قال لي انا جت اللي هو في اكتوبر. فقال لي انا جات انت سافرتي؟ قلت له لا انا كدابه. رحت مطلعه الباسبور. قلت له التاشيره اهيت بتاريخ كذا. رحت مطلعه كشف الاسماء. قلت له انا كدابه. كنت ساعتها طبعت صور، طبعت 1200 صوره على قد الفلوس اللي كانت معايا وقتها. ورحت واخده الباقي على DVD. قلت له حضرتك انا كدابه ادي الصور اهي. فاول ما شافوا الصور يا ريتها تتعرض اللي بتاعت التدريبات، يعني هو بقت حاله ايه ده؟ ايه ده؟ اللي هو انت مستغرب اللي هي صدمه. مش مصدقين الكلام اللي قلته ده حقيقه. لما شافوا الحاجات فهموا ان في مؤامره وعرفوا. في الاخر قال طب ممكن تنتظروا طيب بره. فانا بقول له ايه؟ بقول له انا المطلوب مني ايه اعمله حضرتك؟ يعني كان بقى هو محامي العام و6 رؤساء نيابه ووكلاء نيابه. قلت له دلوقتي انا عملت اللي عليا كمواطنه مصريه وعملت اللي عليا كصحفيه. ايه المطلوب مني ايه تاني ان انا اعمله؟ اسيب لكم البلد وامشي ولا اعمل ايه ولا المفروض اعمل ايه؟ بص بس دلوقتي هم عارضين صور التدريبات هناك يعني. بالظبط. اتفضل. ده التدريبات في السكشن. في سيكشن في صربيا على فكره. في خلال التعديلات الدستوريه والكلام ازاي بدا يتطبق، الكلام اللي اتمرنوا عليه ازاي. بس انا مش عايز اسبق الاحداث. بالظبط. خلصي حكايه النيابه دي. فالمهم ايه؟ قال لي احنا عملنا لك حاجه؟ قلت له لا بس انا يعني انا مطلوب مني اعمل. قلت له خلاص ايه بس وانتظري ايه بره. انتظرنا فضلنا قاعدين. عدت ساعه عدى 2. فالمحامي ايه حس ان بقى مركزه قوي. فراح قال له طب خلاص احنا ممكن لو انتم مش مستعدين لتحقيق النهارده ممكن ايه ناجلها اليوم تاني. فقال له لا. فدخلنا بعد كده. فكان مجهز اللي هي مواد قانون النشر اللي هي جرائم النشر. فمش لاقيين لي تهمه. يعني بلاغات متقدمه ان انا كدابه وانا ماضيه مستندات. في الاخر راح ركن اللي هو كده. في الاخر قال لي ابشري. فبقول له ايه حضرتك ده وكيل النيابه يعني ايه هتحبس يعني ولا ايه ابشري؟ قال لي على سبيل الاستدلال. فانا ساعتها ما كنتش فاهمه معنى الكلمه. فببص للمحامي بيعيد لي. قلت له يعني حضرتك ترجم لي انا مش فاهمه. فقال لا يعني كلامك هيتاخد بلاغ. فضلت قاعده. يعني انا مخلصه يعني كنا في النيابه من 9 الصبح مخلصين الساعه 10:30 بالليل. ان كان وكيل النيابه وقتها كان احمد بيه يوسف. انا بحييه بجد. ناس محترمه. بحييه جدا وبحيي المحامي العام مش فاكره اسمه. اكتوبر وكل الناس اللي موجودين دول الحقيقه جدا يعني. في التوقيت ده زي نجاة ما قالت كل الناس بتتحبس. مصر كلها بتتحبس. حسني مبارك بيتحبس. كل الناس بتتحبس. وكان في وقتها ادخل 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 ادخل. وقضيه بقى قلبه مصر كلها وخونه واعداء وبيقولوا كلام غريب وكده. فقعد سمع مني. خلصنا 10:30 بالليل. فبعدين بيقول لي بيبص لي بشفقه كده. قال لي بس انت اتبهدلتي يعني حاولي تطلعي في قناه وبرئي نفسك. قلت له قناه؟ انا مش عايزه اطلع في حته تاني خلاص. خلصت دي بقى. خلاص ده التدريب بقى. انت سافرت ازاي برضو باختصار من فضلك؟ سافرت ازاي؟ طبعا انا في كلام قلته في المحور على اساس ان انا نشطه سياسيه مش صحفيه. كان في بعض الكلام زياده ونقصان عشان بعض الناس ما يفهموش لان كنت خايفه منهم كده. هو الموضوع الملف بتاع 6 ابريل انا صحفيه بحب المغامرات. هو موضوع جالي بالصدفه البحته. ملف جه قدامي شباب طالع جديد بيطالب بالتغيير. انت فانت شايف عايز تشوف ايه القصه. وكان قبلها قصه ايمن نور. دخلت في وسطهم لحد ما نجحت ان انا اكسب ثقه. وفي الاخر سافرت عن طريق الحركه بدعوه من فريدم هاوس. حركه 6 ابريل 6 ابريل عن طريق فريدم هاوس. سافرنا هناك. طبعا كان التدريب كفاح سلمي. انا طبعا مسافره من